لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، شفيع الذنوب، حبيب القلوب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الميامين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريم يا مظلوم كربلاء، ما خابلا والله ما خابلا والله من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جعل الحسين إلى النجاة طريقا، يا أبا عبد الله، طريق الحسين، منهج الحسين نجاة في الدنيا والآخرة. اليوم الأول من شهر محرم يا أبا عبد الله، شيعتكم تعقد المآتم والمجالس، الشفاعة يا أبا عبد الله، الشفاعة يا أبا عبد الله. جعل الحسين إلى النجاة طريقا يزداد فيه مر العصور شروقا، ولقتله بين القلوب حرارة أورت قلوب المؤمنين حريقا يا يوم عاشوراء لقد خلفتني، يا يوم عاشوراء لقد خلفتني، يا ما عشت في بحر الهموم غريب،
سيدي أذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام وغنى لبعاشور بحزانه والله وغنى وجرينا دموعنا بحرقه والله وغنى تنادي الذبحه واخوتنا وغنى يا زينب والدموع الصار يا بسوي ويلي لما مر على زينب أول عام بعد مصرع الحسين ورأت الهلال صاحت يا ريت لها الشهر عاشور والله عاشور بي من بني هاشم خلدور يا وحسين ضام الصديق يا غير ما قالت وليان خيعان كل من عدنا وليان والله خيعان كل من عدنا وليان تقعد بفيضهم ويا ما والله بزيان بالبيت الله بزيان بالبيت دغر خان خذت من الطفوف حساب خوه يا خذت من الطفوف حساب يا مخيم خوش دمع على الحسين الصبح اليوم أول يوم من محرم أنت 1400 سنة وإذا مر عليك أول يوم من محرم تذكر شنو اللي جرى على الحسين لكن بنات رسول الله في مثل هذا اليوم كانت أيامي وياك حلوة ويا حلوة يا حلوة يصيحوا اللي غايم الأخوة يا بلاد الدغايا يا عزيز بغل وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام رحم الله من أحيا أمرنا
من أحيا أمرنا أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. طليعة اليوم الأول من شهر محرم الحرام، ونحن نعيد المأتم ونجدد العهد لأبي عبد الله وإلى أهل بيته وإلى النبي صلى الله عليه وآله، حيث بدأت مدرسة الحسين فتح الأبواب أمام رواد هذه المدرسة من جميع المسلمين، وعلى الخصوص طائفة أهل البيت، فيها العظة والموعظة والإرشاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن تدوم هذه النعم، وأن تطول فينا الأعمار في كل عام في كل سنة، ونحن نجدد الذكرى على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمن على جميع المرضى بحرمة هذا اليوم بالصحة والعافية، وأن يمن على جميع البلاد الإسلامية بالأمن والأمان، لا سيما هذا البلد على دولة الكويت، وأن يرزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وزيارة الحسين في الدنيا، وأن يحفظ جميع خدام الحسين لا سيما القائمين على هذا المجلس، هذا المأتم المبارك، من كل سوء ومكروه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا بد لنا أن ننظر إلى الروايات والأحاديث اللي أعطت الإيعاز لإقامة هذه المجالس. تعلمون في شهر محرم جملة من الأسئلة تطفح على أذهنة الناس، على ألسنة الناس. استمر اعتقادنا وولائنا، وبما أننا ولدنا على فراش الولاية نأتي إلى مجالس الحسين نجدد الذكرى، لكن لربما غيرنا يتساءل على أنه قرابة 1400 سنة ونيف، وإذا بهذه الجهود، مرة جهود مالية، جهود فكرية، جهود نعم جسدية لإحياء هذه المجالس. وكما تعلمون هذه المجالس ليس في منطقة ما تختصر في منطقة، وإنما من جميع المعمورة في الكرة الأرضية الآن تعقد المجالس لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. السؤال هنا: ما هو الدليل على إحياء هذه المجالس، إقامة هذه المآتم؟ هل هو جانب عاطفي لسيد الشهداء للحسين بن علي، أم هناك إيعاز ورواية ودليل على الحث على إقامة مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ بالنتيجة نقول الحسين، بما أن الزمان والحكم أن نتحدث عن سيد الشهداء، وإلا السؤال أعم: هل هناك دليل على إقامة المجالس في ذكر أهل البيت صلوات الله عليهم؟ الجواب كما تعلمون بأن مدرسة أهل البيت من الأئمة إلى العلماء ما أوقفوا جهد عن كل مفردة من مفردات عاشوراء وأيام محرم إلا والتمسوا له الدليل. كل مفردة عندنا مرة مفردة إقامة المأتم المجلس حصل الدليل على ذلك، ويمر إن شاء الله من خلال الحديث. هذه الدمعة اللي الإنسان يبكي بهذه الصورة
في مجلس الحسين البكاء ينفرد. لاحظ مرة الإنسان يفقد عزيز، يفقد حبيب، يفقد أخ، يفقد أم، يفقد ولد، لكن فترة من الفترات يخف هذه الحرقة على ذلك العزيز. لكن على الحسين سلام الله عليه تتجدد الدموع وحرقة القلب والصرخات والبكاء بشيء مميز. ولهذا يتساءل الإنسان: هل لهذه الدمعة، هل لهذه العبرة، هل لهذه الصرخة، هل توجد لها دليل؟ الجواب نعم، هناك دليل. ضرب الصدور على أبي عبد الله اللي هي الندبة. الآن لما الشاهد الشباب الله يبارك بهم، وضرب الصدور واحمرار الصدر على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هل لهذا دليل أم جانب عاطفي على أن الإنسان عاطفته لأبي عبد الله ويصنع هذا الصنيع؟ الجواب لا، ليس هناك فقط جانب عاطفي. صحيح اليوم احنا لما نذكر قصة الحسين ومشروعية خلود الحسين، اكو جانب هو الجانب العاطفي. اليوم كثير من الناس تتعاطف مع الإنسان المظلوم. أما واحد يشار له بالبنان بأنه مظلوم، الناس تتعاطف مع المظلوم. الحسين سلام الله تعالى عليه تعاطفت معه ليست طائفة من المسلمين هم الشيعة، وإنما تجد نصارى تعاطفوا مع الحسين للظلامة اللي حصلت على الحسين. كان يكفي لقتل الحسين هو ذلك السهم المثلث، كافي لقتل الحسين سلام الله عليه. كان كافيا لقتل الحسين هو امتناع القوم عن سقي الحسين بالماء. الإنسان إذا قطعوا عنه الماء يموت، كان كافيا لقتل الحسين سلام الله عليه. كان كافيا لقتل الحسين على أنه تلك الحجارة التي أصابت جبهة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن مورست جميع أشكال الإرهاب في شخصية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب عاطفي. لما تنظر على أن رضيع لم يبلغ الفطام وإذا بهذا الرضيع يذبح من الوريد إلى الوريد، هذا جانب عاطفي. الإنسان لما يقرأ، أنت اليوم هاي المصائب مارة عليك ولهذا تتفاعل، لكن مو بدرجة عالية. لكن اليوم لما تجي إلى شخص ما وتتحدث عما جرى في كربلاء من أذى، يعني الإمام السجاد ماذا يقول؟ يقول: أطفال ماتت بحوافر الخيل، أطفال ماتت بألسنة النار، أطفال ماتت من شدة الظمأ عطش. اليوم أنا أجي أتكلم مع أحد الناس ما سامع بهذه المصائب يتعاطف حتى لو لم يكن يؤمن بدين الحسين. اليوم أنت جنابك الموقر تشوف لك بعض المناظر في دول العالم، تشوف مرة زلزال، تشوف مرة بعض الحروب اللي تقتل بها الأطفال. أنت ما ينتمون إلى دينك ولا إلى مذهبك، لكن عاطفيا تتفاعل. الإنسان هكذا، الإنسان يتفاعل حتى مع أجلكم الله مع الحيوان يتفاعل الإنسان. فكيف إذا كان هذا الإنسان سيد شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، وتأتي عليه هذه المصائب، يتفاعل الإنسان. فمرة أنا جانب عاطفي أتفاعل مع الحسين، ومرة لا، مو جانب عاطفي، مع أنه جانب عاطفي على أن هناك حث وإرشاد وعلى أنه رواية وأمر في إحياء مجالس الحسين وشعائر الحسين والتفاعل مع هذه الشعائر. مرة هذا الحث من رسول الإسلام صلوات الله عليه، ومرة هذا الحث من الثقل الثاني
للقرآن اللي هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فلا أجد هناك على أنه عذر أن لا أقيم هذه المجالس والمآتم. اليوم لما تجي إلى الروايات تتحدث، هذا الحديث ليس من مدرسة الشيعة أو مدرسة الطائفة، لا، من عامة المسلمين لمن يأتون ويتحدثون عما أول من أقام المجلس على الحسين. لما نقول أقام المجلس يعني ما دعا له خطيب، وإنما هو بنفسه الذي كان يحث في أول يوم من ولادة الحسين، وإذا بجبرائيل ينزل بطائفة من الملائكة. الراوي هكذا يقول من جمهور المسلمين، يقول حيث امتلأ بين السماء والأرض من الملائكة، قسم يصعد إلى السماء، قسم ينزل إلى الأرض، يبارك للنبي في ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول وإذا بأمين وحي الله جبرائيل يقول له إن ولدك الحسين يقتل، يخبره في يوم الولادة، يقتل في أرض في العراق تسمى كربلاء. يقول بكى النبي، وإذا بجبرائيل يأتي إليه بتراب من أرض كربلاء. شوفوا النبي شلون كان يحرص. شوفوا الراوي لما ينقل هالرواية يعبر بهذا التعبير، يقول كيف حرص النبي على التربة اللي يسقط بها الحسين ويقتل بها الحسين. فماذا صنع النبي الأكرم رسول الإسلام؟ يقول فأخذ تلك التربة وقبلها النبي، بعد ثم شمها، بعد ثم وضعها على عينه. النبي يقبل ويشم ويضعها على العين، ثم أقام وقام خطيبا. الخطيب منه؟ النبي الأكرم. الجمهور والجالسين من؟ الصحابة الكرام. فقام خطيبا وعبر عما أخبر عنه، وبكى النبي وبكى كل من كان من الصحابة في المسجد، بكوا على الحسين في أول يوم من ولادته. بعض الروايات تقول يحصونها كم مرة النبي ارتقى المنبر وتحدث عن الحسين، يقول قرابة 18 مرة. النبي الأكرم كلما نظر إلى الحسين على أنه كان يعبر شهيد هذه الأمة. بعض الصحابة يطلب منهم هكذا، يقول لهم إذا شاهدتم الحسين فانصروه، إذا رأيتم الحسين فانصروه. ولهذا كان إخبار للزهراء سلام الله عليه. شوف هاي النعمة اللي احنا الآن الله منعم علينا بها. لما كان النبي ينظر إلى الحسين يبكي، سئل الزهراء مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال إن ولدي الحسين قتيل هذه الأمة، شهيد هذه الأمة. ولم رواية طويلة ذي الرواية، ولا يوجد لا علي ولا أنا ولا أنت ولا الحسن. قالت إذن من الذي يبكي على ولدي الحسين؟ قال خلق الله أناس جيل بعد جيل. الله يعني أعطانا هذه الصفة، يبكون حسينا ويندبون حسين. بعد فأنا أول النبي يقولها فأنا أول الشفعاء إلى أولئك. في يوم واحد يأتي إلى مجلس الحسين، هذا حث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، الحسين أصبح ميزان بقول النبي، هذه أحاديث النبي الأكرم. أصبح ميزان على أن مرة الإنسان مسلم ومرة الإنسان مسلم مع أنه مؤمن، إضافة إلى صفة الإسلام صفة الإيمان. القرآن تحدث عن الذين آمنوا، لما يريد يمجد القرآن يمجد الذين آمنوا. كل آياتنا بالتمجيد تتحدث عن الذين آمنوا. شوفوا النبي أعطانا فد ميزان، ماذا قال؟ قال إن لقتل ولدي الحسين، الحسين راح يقتل، إن لقتل ولدي الحسين حرارة. وين؟ ما قال في قلوب المسلمين، المسلمين موجودين، وإنما أخبر في
قلوب المؤمنين. المؤمن عنده حرارة على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا النبي كان يخبر عما يجري على الحسين ويحث، مرة يحث على أنه ذكر الحسين. النبي لما يرتقي المنبر ويتحدث عن الحسين والصحابة يبكون على الحسين، هذا إيعاز على أنه مشروعية إقامة المأتم على أبي عبد الله سلام الله عليه. فالسائل لما يسأل هل هناك مشروعية، نعم، رسول الله كان يرتقي المنبر ويتحدث، والصحابة الكرام كانوا يجلسون ويبكون على الحسين. لما نجي إلى الثقل الثاني نشوف هالروايات اللي تتحدث عن إقامة المجالس والمآتم. الإمام الرضا، الحديث ابتدأنا بعلي بن موسى الرضا سلام الله عليه، لما يتحدث مع ابن شبيب شو يقول له؟ يقول له يا ابن شبيب أتحيون أمرنا؟ تقعدون تحيون أمرنا. إحياء الأمر يعني شنو؟ هذا المجلس. رواية أخرى عن الإمام الصادق يقول والله إني لا أحب تلك المجالس. هنا العلماء عندهم وقفة، يقولون الإمام لما يحب مجلس يقول إني لا أحب تلك المجالس، يعلم بأن الفيض الإلهي سوف يفيض على تلك المجالس. لأن الإمام إذا أحب مكان كان هناك فيضا إلهيا بالرحمة على ذلك المكان. فش يقول الإمام الرضا؟ يقول له يا ابن شبيب من أحيا أمرنا، اللي يحيى أمرنا هذا شنو إلى ميزة؟ ما هو الامتياز؟ أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. معاشر الناس يوم القيامة تموت فيها القلوب، لكن هذا اللي يستمع إلى عظة الحسين يحيي أمر الحسين يقول هذا قلبه باقي، هذا القلب الله يحيي ذلك القلب. ثم تأتي روايات متعددة في قضية البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الواحد كان شاعر شاب اجى للإمام الصادق سلام الله عليه، تدري كان هناك تركيز على إقامة المجالس والمآتم والبكاء. أبو هارون المكفوف كان شاعر عند الإمام الصادق، خطيب الإمام الصادق كان أبو هارون المكفوف. في طليعة عاشوراء ترتقي الشعراء المنبر عند الإمام الصادق، والإمام الصادق سلام الله تعالى يستمع ويحاول أن يفجع القوم. ملاحظ يعني حتى بعض القضايا بعض الروايات تنقل يقول كان الإمام الصادق في ليلة 10 من محرم لما يصعد أبو هارون المكفوف ويبدأ يقرأ على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، يقول فد واحدة من الجاريات الإمام الصادق، جارية عند الإمام الصادق، يقول تدخل إلى المجلس، مجلس الإمام، وتحمل له طفل تجيبه قاعدة بحضن الإمام الصادق. يقول فيضج الإمام سلام الله عليه حتى يذكر القوم بأن حتى الطفل الرضيع قد قتل في حجر الحسين سلام الله عليه. هذا يعطينا مشروعية علما للي الآن بعض التشابيه اللي يصير لقضية الاستعبار والبكاء، هكذا كانوا يصنعون. فيجي قد واحد من الشباب قال له يا ابن رسول الله كتبت شعرا بالحسين، إمام معصوم مفترض الطاعة، قال له أتلو علي الشعر. بدأ يقرأ هذا الشاب، يقول ضج الإمام بالبكاء. هذا بنشجع جانب التشجيع. اليوم لما شباب عندنا يصعدون ويريدون يقرون ويريدون يلطمون ويريدون يخطبون ويريدون على أنه خطاب ومنبر، المفروض على أنه نشجعه. إذا كانت القضية ترتبط بأهل البيت نشجعه. فهذا إجا قال له يا ابن رسول الله أنا عندي قصيدة. قال للإمام اقرأ. قرأ، بكى الإمام. ثاني يوم هذا الشجع كتب قصيدة، إجا للإمام قال له يا ابن رسول الله كتبت قصيدة، أنا كتبت قصيدة وأريد أنا أقرأ هذه القصيدة. قال له امهني. الإمام سلام الله قال له امهني.
حتى أخبر أصحابي. صدق هم تجمعوا الأصحاب مجلس عند الإمام الصادق، وفد شاب يريد يقرأ قصيدة للحسين، يقول وإذا بالإمام الصادق سلام الله عليه قبل لا يبتدئ هذا الشاب يدخل إلى داخل الدار ويخرج له رداء عنده للإمام، ففرشه إلى جانب المنبر، ثم بعد ذلك جلس الإمام عند الباب، ثم قال أتلو قصيدتك، اقرأ. قرأ القصيدة، ضج المجلس بالبكاء. واحد من أصحاب الإمام قال له يا ابن رسول الله هذا أمس اجى قرأ عليك قصيدة لكن ما صنعت له هذا الصنيع، اليوم تخليه جبت رداءك وضعته انت قاعد عند الباب، ما الخبر؟ ما هو السبب؟ قال له اني ارى ما لا ترون. قال له ماذا ترى؟ قال له عندما قرأ القصيدة رأيت جدتي فاطمة قد جلست على التراب. أمي فاطمة جلست على التراب. أنا علمت إذا أقمت مجلس لهذا الشاب ويرتقي هذا الشاب راح تأتي جدتي فاطمة، ففرشت لها ما يناسبها رداء. هذا شيء يعطينا مشروعية على إقام مجلس قد حضرت به فاطمة سيدة النساء. سيدة النساء تحضر في مجلس، أنا أقيم لهذا المجلس. بعد لما الإمام يتحدث عن الدموع اللي تتساقط على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعبر بهذا التعبير حتى لو كان جناح بعوضة. جناح البعوضة لا يدرك ذلك الإدراك. شو يعبر عنه الإمام؟ يقول كان له في الجنة على أنه يحشر في الجنة أحقابا، على هالجناح البعوضة. من أراد أن يسعد، يقول يسعدها يدخل لها السعادة، لفاطمة فليبكي الحسين، يواسي جدتي فاطمة بالحسرة والبكاء. ولهذا أنت تشوف على أنه يقول الإمام الرضا يخاطب لابن شبيب، هذا كله حث إلي. لما يقول ابن شبيب، لما يقول زرارة، لما يقول الفضيل، لما يقول فلان، يعني هذا الرواية هذا الخبر وصلنا، لكن النتيجة شنو؟ المباشرة كانت إلى أولئك. احنا اجتنا الرسالة، وصلت لنا الرسالة. يقول له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء، إذا تبكي على شيء فابكي لمصاب جدي الحسين. هذا شيء يطيني بالله عليك. يعني أنا لما أجي أقرأ الرواية وأنا مسلم وأؤمن بأن الرضا هو على أنه حجة الله على خلقه، هو النائب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يجي يقول له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي لمصاب جدي الحسين. ليش؟ يا ابن شبيب لأنه ذبح كما يذبح الكبش. شيء مؤلمة هاي الحسرة في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم. شرب الماء اللي اليوم احنا كثير من عندنا هاي أدبياتنا وهاي أخلاقنا على أنه لما نجي ونشرب الماء، لا سيما في شهر الصيام، على أنه الإنسان كم هو ظمآن عطشان ويشرب الماء ويتذكر سيد الشهداء. هاي أعمال هي منجية للإنسان. إخواني أعزائي أحبائي، بعض العلماء عندنا في النجف قبل لا يجي شهر محرم يروح يزور السهلة كذا مرة، يسألوه يقولوا ما السبب؟ عادة المتعارف يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، أنت تتكرر كم مرة إلى السهلة؟ قالهم على أنه أنا أطلب من الإمام المغيب أن أتوفق علما إلى البكاء على الحسين. توفيق بها. الإنسان لما يبكي الحسين يحتاج علما، يحتاج إلى توفيق تنزل منه دمعة على أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. واحد من مراجعنا أخولي السيد مهدي بحر العلوم من علماء الطائفة، سيد جعفر سيد مهدي اللي في الرواية على أنه ركض ركضة طويريج اللي متعارف عليها،
يقول كان إذا فرغ من العشرة الأولى يجلس في المجلس، عنده كان مجلس يعقد له مجلس ضخم فيه من العلماء فيه من المراجع. يقولون كان يجلس السيد إلى جنب الباب، وهالعشرة أيام يراقب من الذي يبكي ببكاء مرا. يقول لما تخلص العشرة أيام ويتلى المقتل، يخلص من قضية مراسيم دفن الحسين، يبعث بالخادم يقول له تروح تصيح لفلان فلان فلان فلان، يعددون لهم 10. يقول واحد ورا الثاني، يقول له المرجع يريدك. يدخل، قال له تحب الحسين؟ قال له ايه احب الحسين. بعد مرجع ويسألك تحب الحسين؟ قال له احب الحسين. قال له اذا تقدر تبكي على الحسين وتمسح لي على الكفن، هذا عندي كفن، انت ابكي على الحسين وهاي دموعك كنت تمسح بها على الكفن، فإن في دموعك الشفاعة. عالم مرجع، دول التمسوا الرواية، دول تضلعوا في الرواية. سيد الخوئي عنده رأي فقهي في هذه القضية. يقول الإنسان في أثناء الصلاة إذا بكى، بس ذكر خسر أموال، ذكر أهله، ذكر أحبابه، وبالصلاة وجرت من عنده دم، بالصلاة يبكي، ما بكى من خشية الله، لا، بكى على شيء من حطام الدنيا. رأي السيد الخوئي يقول تبطل الصلاة تصير باطلة، يجب عليه إعادة الصلاة. يسأل السيد يقول له لا، أنا إذا بأثناء الصلاة وذكرت اليوم أنت الظهر تريد تصلي صلاة الظهر، واسمعت لك بيت من هالسيد من ذاك الشيخ، اسمعت لك فت قصة فيها عبرة للحسين وبكيت على أبي عبد الله، شنو هاي الصلاة هم باطلة؟ قال لا، إذا بكى الإنسان في أثناء الصلاة على الحسين فلا يبطل الصلاة. السلام عليك يا ثار الله، محسوب على الله تبارك وتعالى. ولهذا أنت تشوف على أن حتى قلت لك أدبياتنا في قضية الماء كامل الزيارات ينقلها الرواية ابن قولويه، يقول واحد يقصد لي الإمام الصادق يجي من الكوفة إلى المدينة ويدخل على الإمام الصادق زاير وجاي من الكوفة، والإمام عنده مضيف عنده ديوان. يقول دخل في ديوان الإمام الصادق، يقول أنا كنت متعب تلك الليلة، الإمام يصلي بين راكع بين ساجد، يقول قريب صلاة الصبح. اسمع هاي الرواية واقعا يعني إن شاء الله احنا بشفاعة الحسين، تحتاج لها عمل توفيق، لكن إن شاء الله حاشا أن يعفونا في ذلك المكان اللي الله خلق الكون من أجل أهل البيت، وإحنا جاي نبكي ونواسيهم. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا. وسبحان الله شوف الحزن، أول موسم الفرح في شعبان، صح لو لا؟ أيام شعبان كلها أفراح، بداية الفرح. أول من يبتدئ الفرح هو الحسين، بداية الأفراح الحسين، وكذلك أول من يبتدئ الحزن هو الحسين. أحد العلماء يقول خلق الله النبي من نور الله، وخلق الله من نور النبي نور العرش، ثم خلق الله من نور النبي نور أمير المؤمنين، ثم خلق من نور أمير المؤمنين، يعددون إلى أن يوصل. يقول وخلق الله من نور النبي نور الحسين، وخلق الله من نور الحسين نور الجنان، فأصبحت الجنان وقفا عند الحسين، وقف عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول اقترب وقت الصلاة، صلاة الفجر، يقول الإمام قال لفلان انهض، دخل وقت الصلاة. يقول أنا قعدت حتى أجدد العهد بالوضوء، طلعت إلى صحن الدار، كنت عطشان، مكان فيه ماء. يقول شربت الماء، تدرى عادة بعض الناس من ينام يقعد عطشان، يقول شربت الماء.
يقول بهالأثناء قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، سلمت على الحسين. هواي مهمة هاي، على أن الإنسان مرة وهو بالسيارة يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، يقول شربت الماء؟ قلت السلام عليك يا أبا عبد الله. جيت صليت خلف الإمام الصادق صلاة الصبح، اجتمعت الناس وصليت كامل الزيارات. ابن قولويه ينقل هالرواية، يقول التفت لي لما فرغ الإمام، التفت لي الإمام الصادق قال لي فلان هنيئا لك بالعبادة. قلت له سيدي أي عبادة؟ أنا كنت نايم ما صليت ولا استغفرت لأن كنت متعب. قال لي إن قولك عند الماء، مو يا الإمام، إن قولك عند الماء لهو، الله أكبر، لهو كعبادة جعفر بن محمد الصادق تلك الليلة. عبادة جعفر بن محمد الصادق. زين أنا الماء أشربه وهو كالعبادة، شلون أنا أجي وأذكر الحسين وقلبي يتقطع عليك يا أبا عبد الله؟ العلامة الدستري يقول شفت الحسين كما وصفه الإمام الباقر، قال كان جدي الحسين، جسد جدي الحسين كالقنفذ، الضرب على الضربة، الطعنة على الطعنة. يقول قعدت سويت مجلس، العلامة الدستري يقول سويت مجلس وحضروا فيه الشيعة ورحنا نبكي على الحسين، وقلت لهم عمي يا شيعة، عمي يا ناس، أنا شفت الحسين هكذا بهذا المنظر. يقول صارت ضجة بالبكاء. يقول هناك ليلة ليلتين شفت الحسين لكن ما بي جراحات. سألته قلت له أبو عبد الله أنا رأيتك كلك جراحات، هذا المنام شفتك ما فيك جراحات. قال اعلم يا علامة لقد غسلتها دموع شيعتي، الشيعة غسلت تلك الجراحات. قلت له سيدي أبا عبد الله عندك بعد جراحات ظلت؟ قال نعم يا علامة، هناك جرح لا تزول، لا يزول ويبقى إلى يوم القيامة. قلت له أبا عبد الله أي جرح؟ قال الجرح الذي في قلبي. قلت له علما ذلك الجرح؟ قال ذاك جرح ولدي، ولدي علي الأكبر لما سقط على ورأيته مقطع بالسيوف ربا ربا، أين الصارخون وأخسر؟ قلت له سيدي عندك بعد جرح؟ قال نعم يا علامة، هناك جرح في ظهري باقيا إلى يوم القيامة. قلت له علما ذاك الجرح؟ قال ذاك الجرح إلى أخي العباس يوم سقط على الأرض ونادى الآيات انكسر ظهري وقلت حيلتي. عادقنا الشعراء جو نظمون الأبيات، قالوا الحسين إذا ما ذكر ذاك الجرح أهل البيت ذكروا ذاك الجرح. يقول تلت والنات والحسين يا ناس، والنعل الولد والنعل عباس، والله والنعل على الولد والنعل عباس. اكو ساده بالمجلس، اكو شيعه. سيدي يا صاحب الزمان عذرا. وبعد الونه يقول ونه الغدا منها يشيب الراس، يشيب الراس على زينب وضرت بين الارجل على زينب، على زينب، على زينب، على زينب، على عيون
أعلى زينب ظلت بين الأرجل أقلب مرحومة العبرة خوش دمعها الصبح وعلى حسين الله أكبر ونبكي على حسين. يقول زينب عليه السلام هي ما ظلت فقط بين الأرجاس، لا كانوا يعاينوا لها، كانوا ينظروا لها. ولهذا شو تقول سكينة؟ تقول مروا بعمتي زينب بالنياب الأزلة على أبي عبد الله. يقول عمتي زينب نظرت نظرة واحدة للحسين أو نظرت نظرة إلى قمر بني هاشم. بلسان حال زينب عليه السلام تقول لاخويا انا مشيت دروب كثيره يا ابو علي، خويا انا مشيت دروب كثيره وديره قامت تتبشر بديره. خلي ولدك ابو فاضل يا اخت عباس جابوها يا عسيرة. والمواقف مرت بزينب، تدري هاي المواقف ما نسيتها زينب، ولهذا جملة من المواقف اللي مرت بزينب يقول بعد مصرع الحسين بعام، يقول زينب كانت تجول بالدار تتذكر ايام الحسين، تتذكر ركب الحسين، الان الحسين صرع في كربلاء. يقول هنا القدر واذا يا احد الاعراب طرق الباب على دار الحسين رجال ما موجودين، انا ظليت انا بحسرة الوالي خويا خالي يا خالي يا ابو علي البيت يا خويا خالي. يقول طرق الباب خرجت مولاتنا زينب من وراء الستار، يعني مثل اليوم اللي نعم العام اللي تلا مصرع الحسين صبيحة عاشور، صبيحة الأول يوم من محرم. من الطارق؟ قال سيدتي عندي عادة عند الحسين أقضيها في أول يوم من محرم، وأنا جاي آخذ هاي العادة من الحسين. قالت للحسين غايب، قال الحسين إذا غاب يغلب في مكان أحد، أين العباس؟ قالت للعباس غايب، قال أين علي الأكبر؟ كل ما يسأل زينب تختنق بعورتها، قال سيدة اخبريني بما صنع الزمان، اخبريني بما صنع الزمان بكم. قالت يا غل تنشد على البيئة اخيل قصرت بكربلاء، او عيني تصد والله على المجبلين يغترب بالي ويا ابو معصي. هاي كلها آلام مرت على زينب. ما اريد انزل من المنبر ويفوتني هالمقطع اللي ما قدر ينزل دمعته. احد الخطباء يقرأ في بيت مرجع من المراجع يقول انا لما اخلص المجلس وانزل هذا المرجع يبكي، يقول انا خلصت. قال لي والله انا اتذكر هذا البيت واستحي من الزهراء. قلت له يا بيت تتذكره؟ قال انا اتخيل الزهراء قاعده وتقول وين الراس وين بدمع، بدمعته انا على ابن الذي حسه ورقبته، وظلت 3 أيام جدت أويلا يا ابني ما حضرت. عيان
إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما فت الفؤاد مفصلا، أفاطم لو خلت الحسين. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. إلهي نسألك وندعوك بحرمة الحسين بدماء الحسين شافعة في جميع المرضى يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارزقنا زيارة الحسين شفاعة الحسين. تقبل منا هذا القليل من كان فينا مريضا ولديه مريض، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية يا الله. القائمون المؤسسون لهذا المأتم الشريف، إلى أرواح أمواتهم، أموات السامعين، أمواتنا، أموات المسلمين، رحم الله من أدى ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليكم صل على محمد وآل محمد. السلام على الشيخ الخليف، السلام على الخد الدريف، السلام على البدن السليم، السلام على الثقل المفروع القريب، السلام على الرأس المرفوع، السلام عليك يا أبا عبد الله